بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في يوم جميل من أيام النادي الأهلي. الحمد لله فاز على جرماهيا 3-0، وبقينا 3 رايح و3 جاي. الماتش كان متوسط، ما كانش قوي قوي، وفريق جورمايا في الحقيقة فريق متواضع، مش ده الفريق اللي كان موجود قبل كده. واللي لو نتذكر كان جه مرة لاعب النادي الزمالك وضربوا الحكم وحصل وقف بعديها بسبب ضربة جزاء خدها الكابتن فاروق جعفر وكده. فالأهلي النهاردة أدى ماتش كويس وطلع بالنتيجة اللي هو عايزها طبعا، وكسبان هناك 3 وبيكسب هنا 3. يعني الأمور مفيش أحسن من كده. الأهداف جابها رامي بأسيست من الكابتن الجديد، بديل علي معلول. وقدر يحيى عطية الله انه يعمل اسيست برفعة ممتازة، ورامي زي ما عودنا بدماغه في الجون على طول، وجاب الجون الاول. وكمان الهدف التاني كمان ابتدى من عند اكرم توفيق في الحقيقة. يعني عامل اسيست ليحيى عطية الله ولا حاجة كده مدرتش يعني. كان اسيست ممتاز بصراحة من اكرم، خلى يحيى عطية الله ووسام تقريبا منفردين. يا دوبك يحيى عطية الله بلمسة بسيطة خلى وسام منفرد بالمرمى الفاضي، حطها بكل اريحية. وبعد كده بيجي الهدف الثالث بضغط من لعيبة النادي الأهلي، يقطعوا الكورة يحطها قفشة على اليمين لمحمد طاهر البديل، وبيشوط قوية جدا في الزاوية اليمين على يمين الحارس، بتخش وبيبقى النتيجة 3-0. وجات لي رسالة جميلة من الأستاذ عماد ابن خالي، بيقول لي فيها إن يحيى عطية الله بيكمل مسيرة علي معلول، وإنه عطية الله عمل أول زغلول وبعديها بيعمل تاني زغلول، وبتستمر الزغاليل مع النادي الأهلي إن شاء الله. يعني إذا ما كانش في معلول ففي عطية الله. وإن شاء الله تستمر الزغاليل دي على طول إن شاء الله مع لعيبة النادي الأهلي كلهم. نيجي بعد كده اللهم صل على النبي، الاحتفال بالدرع. يعني اليوم حلو طبعا، يوم جميل، الجمهور شكله حلو، حاجة تفرح. ودي عادة جماهير النادي الأهلي، ومظهر حضاري كان برضو التنظيم جيد والشكل حلو وكل حاجة. بس الدرع اتأخر جدا عبال ما جه، مش عارف ليه. يعني ايه السبب؟ يعني قعدنا كتير جدا منتظرين، مش عارف الدرع اتأخر ليه. خلونا سمعنا دي جي ولا أسوأ بصراحة. أغاني مش جيدة أبدا، حتى انتقاء الأغاني ما كانش جيد. لو كانوا سابوا الموضوع للجمهور هو يغني ويهتف للعيبة كان هيبقى أحسن. فما كانش حلو. وفضلنا منتظرين الدرع بقى اللي عليه يعني حاجة معمولة في انجلترا. هنشوف بقى حاجة يعني خطيرة. تفاجأ ان الدرع بيشيلوه بيقع القعدة بتاعته زي ما كان بيحصل في الكاس قبل كده، يجوا يرفعوا الكاس القعدة تقع والغطا يقع، وتبص تلاقيهم مش عارفين يمسكوا الكاس من الغطا ايه ده؟ يعني ومعمول في انجلترا. انجلترا، يعني ده بجد. بصراحة اخطأ، يعني خطأ فادح صاحب الفكرة. الدرع شكله بشكل عام متواضع كشكل يعني، ما هوش حلو قوي، عادي. وحتى انا حاسس ان الدرع القديم كان شكله يعني كبير كده وفخم كده ومكتوب عليه اسماء الانديه اللي فازت بالدرع. فاتفاجئت ان الدرع بيقع، يعني بيتفك من القعده، وربنا ستر ان القعده اللي وقعت ديت من الشناوي وهو بيرفع الدرع ما نزلتش على رجليه، كانت كسرت رجله لا قدر الله، وكان بقى مصاب، ويقعد بقى قد ايه يتعالج، ونخسره ماتش القمه السوبر الافريقي اللي جاي مع الزمالك. يعني مش عارف بصراحة. يعني أوروبا كلها وسياح العالم كلها لما بتيجي مصر
لابد انها تزور خان الخليلي. يعني ده يعني معلم سياحي كده لكل الزوار على مستوى العالم. جه مصر زيه خان الخليلي ده زيه زي الهرم كده عند السياح. يعني مفيش مرشد سياحي في مصر الا لما ياخد السائح اللي جاي يوديه خان الخليلي. امهر عمالة بتعمل هاند ميد على النحاس وعلى الفضة لو قلت لهم اعملوا لنا درع كانوا عملوا لكم درع ما حصلش. وما كنتوش اتكلفتوا التكلفة اللي انتوا عاملينها ومعمول في انجلترا ومش انجلترا، وفي الاخر الشكل عادي والصناعة سيئة. يعني القعدة تقيلة جدا على الجزء اللي فوق بحيث انها فكت منه. فما اعرفش يعني الامير ما كانش خامة جيدة. يعني كان المفروض يكون احسن من كده بصراحة، يعني بوظ اليوم. حتى بعد كده الشناوي واخد الدرع شايله هو واتنين معاه من تقل القعدة بتاعته، ورايحين بيه عند الجمهور. وبعد كده قام الشناوي خالع برضو الجزء اللي فوق المدور ده وشاله وساب مع السولية القعدة يشيلها مع واحد تاني مش فاكر كان معاه مين، أكرم توفيق ولا مين، وماشيين يضحكوا. يعني وضع مش يعني حاجات بسيطة، تفاصيل بسيطة بتبوظ اليوم، تبوظ الاحتفال. تأخير، درع غير جيد، صناعة غير جيدة، شكل متواضع. ربنا ستر رجل الراجل الشناوي ما اتكسرتش. وعندنا امهر الصناعي دي طبعا بصراحه مزعلاني جامد. يعني كان المفروض ان يتعمل في خان الخليل الدرع ده. لما انت عايز تعمل درع فيه شياكه ما كانش احسن من خان الخليل يعملوا لك الدرع ده. وما اعتقدش ان انت كنت هتتكلف التكلفه اللي اتكلفتها في انجلترا. ولكن ده قدرنا، يعني المسؤول بيفكر وبيقرر وبينفذ. يعني كانوا عملوا مسابقه زي ما شركات كتيرة بتعمل. حد بيبقى عايز يعمل تصميم لحاجة، عايز يعمل شعار لشركة، عايز يعمل حاجة لشركة، بيعمل مسابقة ويطلب من بتوع فنون تطبيقية ولا أي حد من الناس بتوع الديكوريشن والحاجات دي يعملوا له تصاميم، أو شركات الإعلانات يعملوا له تصاميم ويبعتوها، وده يعمل مسابقة وأحسن تصميم يتنفذ وياخد مكافأة الراجل ويتعرف ونبقى عملنا حاجتنا احنا. هو موضوع الدرع ده كان صعب كده؟ محتاجين نروح لإنجلترا؟ مش عارف بصراحة. وفي الآخر طلع مش جيد في الحقيقة. وبمناسبة الدرع طبعا الجديد، احنا عندنا الدرع القديم اللي الأهلي فاز بيه 43 مرة واسمه مكتوب عليه 43 مرة. وآخر مرة كتب فيها اسم كان اسم النادي الأهلي برضو اللي مكتوب على الدرع السنة اللي فاتت. وادي السنة دي كمان الدرع الجديد أول اسم بيتكتب عليه هو اسم النادي الأهلي، عشان يبقى الأهلي بادئها وختمها. ودي بيبتديها مع الدرع الجديد. وان شاء الله لما يفكروا يغيروه برضه هيكون الاهلي خاتمها ان شاء الله. وتستمر انتصارات وبطولات النادي الاهلي على مدار السنوات. وزي ما بيقولوا جيل بيكمل جيل. وكمان لاحظت النهارده تعب الكابتن محمود الخطيب، وانه بيمشي دايما في حد جنبه سنده وكده. بنقول له الف سلامة اسطورة، وان شاء الله ربنا يحفظك ولأهلك في الاول ولبيتك واولادك وللنادي ولينا وكلنا بنحبك وإن شاء الله بإذن الله ربنا قادر يتم لك الشفاء بإذن الله. ألف سلامة يا كابتن محمود. كمان عشان ما يبقاش الموضوع بتاع الدرع يعني يضايقنا كأهلاوية، كمان النهاردة برضو كان الأهلي شكله حلو بالتيشيرت الجديد. والتيشيرت بتاع الدكة برضو كان حلو. وكمان التيشيرت اللي لبسوه أثناء الاحتفال كان جميل. وده طبعا مش هنتكلم على تيشيرتات ناس تانية وان الامور عندها ما كانتش مظبوطة. ونتمنى انها تتظبط، لان برضو يهمنا نادي الزمالك وكل الفرق. وخصوصا ان يعني دوري بدون فرق قوية غير الاهلي مش هيبقى له طعم. احنا كاهلاويه لو كسبناه مش هنبقى مبسوطين. احنا ما بنحبش ناخد بطولة سهلة بسهولة. بالعكس، اي بطولة بيحصل فيها يعني منافسة شديدة دي بتبقى أحلى بطولة فعلا. وكمان
عندنا بعد كده، بعد ما الاهلي فاز النهارده والزمالك وصل الحمد لله، وبيراميدز ماتشه خلص من شويه وكسب 3-1، وكانت المباراه عقربت شويه مع بيراميدز، لكن قدر الحمد لله يتخطى فريق الجيش الرواندي وعدى الحمد لله بخير. ويتفضل بكره المصري اللي زي ما قلت قبل كده مباراته هي اصعب مباراه في رايي، وهو مغلوب 3-2 هناك من الهلال الليبي، ويلعب بكره ان شاء الله هنا. وان شاء الله المصري يقدر يعدي الهلال الليبي. لو 1-0 المصري بيوصل ان شاء الله. ودي تبقى طبعا حاجة كويسة جدا للكرة المصرية بشكل عام، ان الاربع فرق بيوصلوا للدور 16 وبيتخطوا دور ال 32، سواء في دوري الابطال اهلي وبيراميدز، او في الكونفدرالية الزمالك والمصري. بالتوفيق لكل الفرق ان شاء الله، ونشوفهم دايما يعني. هل ممكن ان احنا نشوف نهائي تاني اهلي وزمالك، سوري، اهلي وبيراميدز وزمالك ومصري؟ هل دي ممكن تحصل؟ هل يعني احنا ممكن حاجة زي كده؟ يعني بصراحة تبقى حاجة يعني 13 خالص. هتبقى اخر 13. في نهاية الفيديو تحياتي لكم جميعا، وبشكر الجميع اللي بيتابعوني واللي بيراسلوني واللي بيبعتوا له الرسائل. وأرجو متابعتي على قناتي على اليوتيوب كابتن ماجد، وبنزل اللينك بتاعها، سواء اللي بيشوف الفيديو على الفيس بيلاقي اللينك بتاع القناة موجود. وبشكركم طبعا، ومنتظر دعمكم دايما، وما تنسوش اللايك والشير. وإن شاء الله من انتصارات لانتصارات إن شاء الله في الكرة المصرية لجميع الفرق المصرية إن شاء الله. شكرا لكم وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم.